قناة نجوم العرب، قناة لكل العرب. منذ أن انتهى الفنان أحمد العوضي من مسلسله حق عرب، ومن قبل حتى أن ينتهي من تصويره، وتحاول طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز استفزازه بشتى الطرق. فبعد أن كانت قليلة النشاط بعد طلاقها على الإستوري الخاص بها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، أصبحت الآن تحرص على مشاركة جمهورها بعض الفيديوهات والتي أصبحت تستفز بها أحمد العوضي بشكل صريح، حيث بدأت تحرص ياسمين عبد العزيز على استعراض جمالها وأنوثتها ومفاتنها، إما بصور أو مقاطع فيديوهات. وكان آخر تلك الفيديوهات عندما صدمت طليقها الفنان أحمد العوضي بظهورها وهي تستعرض مفاتنها وقوامها الرشيق، وكأنها تريد إرسال رسالة مباشرة إلى أحمد العوضي بأنه لا عودة من جديد إلى الخلف، وأنها أنهت مسألة عودتها إليه وحسمتها منذ فترة، خاصة بعدما حاول الأخير وبعد أن ضمن نجاحه في مسلسل حق عرب بدون ياسمين عبد العزيز، حاول استرضائها من جديد ولكن من دون جدوى. ويبدو أن الفنانة ياسمين عبد العزيز استعانت هذه المرة في أحدث الفيديوهات التي ظهرت فيها وهي تستعرض جمالها وأنوثتها بالمطرب المصري عمرو دياب وأغنيته الشهيرة ريئة، والتي يقول فيها: إزاي جميلة وانتي كده ريئة وبتحلوي حتى لو متضايقة، يا نجمة مسكت فيها وانا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليك لايقة. ويبدو أن النجمة ياسمين عبد العزيز قد أرادت من جديد أن تصدم زوجها السابق الفنان أحمد العوضي وترسل إليه رسالة قوية وصارمة أفادها أنها أصبحت تعيش أجمل أوقاتها وعادت إلى الاستمتاع بلحظاتها وحياتها بدونه، وأنها قد تأقلمت شيئا فشيئا على العيش بدونه، وأنها أصبحت أكثر جمالا وأكثر أنوثة وأصبحت أجمل من أي وقت مضى، وأن حياتها قد أصبحت أجمل بدون وجوده في حياتها.